السلام عليكم متابعي انمي كورنر، اتمنى تكونوا بخير وسعاده. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك، وما ننسوش طبعا اهم حاجه الصلاه على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نبدا الحلقه مع دينجي اللي بيتكلم مع بارو وهما متحوطين باحشاء الخفاش الشيطان. لما دينجي قطعوا الاشلاء وبارو بتشكره على انقاذه ليها هي وقطتها ياكو. بعدين بنلاقي فجأة ودينجي رافع ايده وهو متحمس وسعيد قتله الوحش الخفاش. بيلاقي هجوم شبه الطلقات النارية بتخترق ايده وبتقطعها، وإذ فجأة بنلاقي وحش جديد اسمه العلقة وبياخد ايد دينجي وبيبلعها بسرعة زي التسالي كده. تقول له بارو انا مش قادرة اتحرك من مكاني، خد ياكو قطتي واهرب. بس دينجي بيشغل منشاره اللي مش بيخرج منه غير جزء بسيط جدا، ده علشان دينجي فقد الكثير من الدماء. المهم الوحش اللي شبه العلقة ده واللي بنعرف بعدين انها انثى تتكلم مع دينجي وبتقول له ان الخفاش ده حبيبها، وهم كانوا متفقين سوا لما يخف هيطلعوا ياكلوا شوية بشر مع بعض. انا مش مصدقة انك انت اللي عملت فيه كده وموت، وانت اصلا مش باين من الارض. مهم عمنا دينجي بيكون واقف متن، فبتقول له انا هسيبك علشان عجبتني. بيرد دينجي والاتنين اللي ورايا بتقول له هاكلهم طبعا. المهم ما بينفعش ما بينهم اي تفاوض، وبيبدا القتال العنيف ما بين درجة السخرية من العلقة. طبعا بتسخر جدا من دينجي، بتقول له معقولة الخفاش الضخم ده كله بيموت على ايديك يا جرو يا صغير انت؟ بتقول له خلاص انا كده كده هموتك اصلا. فدينجي بيقول لها لا مش هموت غير لما احقق احلام، بس هي بتتريق عليه وعلى احلامه مستخيف، فبيتعصب وبيفتكر كلام اقاي لما اتريق هو كمان من احلامه. يطلع يجري عليها وبيقطع رقبتها وبيقول لها كلكم عمالين تتريقوا على اهدافي واحلامي، حتى الوحوش هي كمان ما سلمتش منها. المهم العلقه بتقول له انبح زي الكلب، نباحك ممتع جدا. وبيهاجموا بعض بطريقه مجنونه وشرسه، واللي دينجي بياخد احشاء الخفاش بيلفها حوالين العلقه وبيجرحها بمنشار، وكل ده وبارو متسمره مكانها مش قادره تساعده. بعدين العلقه بتعصب جدا وبتتجنن لما دينجي بيجرحها في جسمها، تقعد تضربه ضرب مبرح ولسه هيقع على الارض، بس بيستجمع قوته وبيهاجمها من تاني بطريقه مجنونه. المره دي هي بتتمكن منه وبتطعنه بلسانها لسه هتاكله. وبنلاقي اقاي استخدم مهاره معينه واستدعى عفريت شبه الثعلب واللي بينهي على حياه العلقه وبياكل راسها. بيختفي وبنلاقي اقاي وهو بيقول لفريقه ياخدوا بالهم جدا ويفتحوا عيونهم لا يكون في اي شياطين تانية. بعدين بيسند دينجي وبياخدوه وبيأمر بمساعده بارو وقطتها. بعدين بياخدوهم هما الاتنين للاستجواب. بنلاقي اقاي مع دينجي في المستشفى وبنعرف ان ايد دينجي رجعت له تاني واتعافت بسرعه. بس بيسأل دينجي اقاي ازاي كلمت شيطان، انا شفتك وانت بتكلمه. بيرد عليه بيقوله احنا صيادين الشياطين بنتعاقد مع شياطين تانية مقابل استدعائهم عشان ينفذوا اللي طلبناه منه، بس بيكون في مقابل طبعا. بياخد حته من جسمي علشان ينفذ طلبي، والمره دي قطعه من جلدي. بعدين اقاي بيقوله شفناك انت وبارو وانتوا بتغادروا الحدود في التسجيلات بتاع المراقبه، وده مخالف لعقاب القانون. انا ممكن اتوسط لك بس تسمع كلامي وتكون تحت سيطرتي علشان تحافظ على حياتك الحاليه. بعد كده نشوف اقاي بعدين مع ماكيما واللي بتقوله على مخالفه دينجي وبارو للقواعد، بس بيقول لها اقاي مفيش داعي للقلق، انا توليت الامور. دينجي موت الشيطان الخفاش وبعدين الشيطان العلقه هجمت، بس احنا انهينا الامر، احنا خصم 4. بس ماكيما بتقوله اللي عملته بارو مع دينجي غلط، بس اقاي بيبرر التصرف وبيقول لها علشان الاتنين هبل واحنا حلينا الموضوع ومفيش داعي للقلق. في صباح اليوم التاني بنلاقي اقاي وهو بيروق على حاله، بيغسل سنانه وبيشرب قهوته في البلكونه، بيغسل هدومه وبيروق البيت. دينجي كل ده قاعد بيفطر وبيتفرج عليه. المهم بنلاقيه بنجهز الغدا، بس فجأة الباب بيخبط. بتكون مفاجأة مش لطيفة لدينجي والاقاي، واللي هي بتكون بارو واللي جايبة شنطتها وهتقيم معاهم في البيت، وبتكون بعتتها ماكيما عشان تعيش تحت رقابة اقاي اللي بتقول له فضلها غرفة في بيت. بتكون مش مقتنع باقامتها اصلا، بس بتلزمه ماكيما بده. بتقول له ما تقلقش هي وعدتني انها هتكون مطيعة. ونيجي لبارو واللي اول حاجة بتعملها انها ما بتكونش مطيعة اصلا وبترمي الاكل عشان ما بتحبش الخضار، وبتخانق في دينجي واقاي اللي بتغلبهم جدا وبتحرق دمهم. قول لهم انها مش بتستحمى غير كل فين وفين ونادرا يعني. بيبصوا لها هما الاتنين بقرف وبصوت واحد يستحمي يا معفنه. لهم ايه مشكلتكم يا بشر، انتوا ازاي حساسين قوي كده صح يا قطتي؟ ودينجي واقاي بيكونوا متضايقين لأبعد الحدود. تنتهي الى هنا الحلقه مع مشاكساتهم مع بارو. ما تنسوش دعمكم باللايك والشير والاشتراك عشان انزل ليكم بكل جديد، واستنوني في تلخيصات جديده باذن الله تعالى في الايام الجايه. سلام.